السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب الجميع يكون بخير. اعمل لكم النهارده بقى اكلتين في منتهى الجمال، بعشقهم وولادي بيحبوهم قوي قوي قوي. اولا هنعمل الكشك الصعيدي، الكشك الاصلي. لا تقولي لي بقى كشك الماظ ولا كشك مش عارفه ايه. هو الكشك، هو الكشك الصعيدي. هنبتدي الاول نعمل له الخميره بتاعته. اخدت معلقتين كبار ونص دقيق، واخدت معاهم علبتين زبادي، وهقلبهم كده مع بعض. دي اول حاجه تعمليها اول ما تقومي الصبح. نفسي تجربوا الكشك الصعيدي، هتقولوا ايه اللي احنا كنا بنعمله في الاول ده، الكشك المصري ولا الكشك كشك الماظ ولا الكلام ده كله. هو ده بقى الكشك الصعيدي اللي انا ماسكاهم في ايدي دول. كنا زمان بنسميهم طورة طورة، يعني 4 وحدات. كنا نشتري الكشك كده بالطورة او بالقدح. القدح ده كان مكيال كده في السوق، الفلاحة تملاه ويبقى ده اسمه قدح. المهم حطيت هنا طورة ونص، يعني 6 وحدات. غليت الشوربة كويس قوي، وبعدين طفيت عليها وحطيتهم، وحطيت فوقهم الطبق اللي انا عملت فيه الخميرة، علشان ده لازم يكون في جو سخن علشان يتخمر، اللي هي الزبادي مع الدقيق. سبته لما برد خالص وقعد فترة، وجيت اختبر القمحة بتاعت الكشك بتاعي. اذا لقيتها لانت يبقى كده خلاص اشغل عليه البوتاجاز. هشغل بقى البوتاجاز اهو، واسيبه يغلي لغاية ما تدوب خالص القمحية. القمحة لان هو الكشك ده معمول اساسا من القمح المسلوق. وبعدين ده موال تاني بقى القمح. هغطي بقى هنا عليه واسيبه لغاية ما يستوي. الخميرة بتاعتي بقى اللي هي عبارة عن الدقيق والزبادي، حطيت بس عليها شوية مية سخنة عشان اخففها شوية، عشان لما احطها على الكشك ما تكلكعش معايا. هدوب فيها بقى الخميرة بتاعتي دي كويس. الخلطة اللي انا عملتها دي اسمها خميرة الكشك. كده خلاص انا اختبرت الكشك ولقيته استوى. اروح ابتدي بقى اصب عليه الخميرة دي، وانا بصب لازم اقلب علشان ما تتكلكعش معايا، لان الشوربة طبعا او الكشك نفسه سخن. بعد ما احطها لازم افضل اقلب لغاية ما تغلي معايا، وبعد ما تغلي اوطي خالص واسيبها برضو شوية عشان الدقيق يستوي، ما احسش في الكشك بطعم الدقيق. هنا قلبت كويس قوي، وافضل اقلب تاني لغاية ما الاقيه بنقول عليه شكل. يعني اتشكل الكشك بتاعي. الحاجة الوحيدة اللي بحطها هي الكمون. الكشك ما بتحطلوش فلفل اسود. واحسن شوربة تعملي عليها الكشك هي شوربة البط. الحقيقة انا كان عندي شوربة لحمة بصراحة من الاول، هي اللي انا عملت بيها الكشك. ابتدي بقى هنا انا بصبه وقت التقديم، لانه لازم يتاكل سخن. بصبه وقت التقديم كده في الاطباق الصغيره الحلوه دي. وقت ما انا سايباه يستوي كنت قطعت بصله رفيع جدا وحمرتها في معلقتين سمن كده بلدي كبار. الكشك بيحب الشوربه الدسمه وبيحب السمن البلدي، بس لو ما عندكيش سمن بلدي اي سمن مش مشكله. بحمر فيها بقى البصله وبحيث تاخد لون ذهبي. ارجوكم ما تغمقوش البصله اللي بنحطها على الكشك، سواء الكشك ده او الكشك. شايفين اللون ده كمان بصراحه الصوره مبيناها غامقه، هي افتح من كده. يكون السمن كده كتير فيها، اخد بقى من البصله الجميله دي بالسمن وارش على وش الكشك ويتقدم على طول. لازم يتاكل طبعا، هو بيتاكل بالعيش البلدي. طعم بقى، والله قعدنا ناكل في الكشك وسيبنا بقيه الاكل من جماله.
جربوه بالطريقة دي وشوفوا في فرق بينه وبين الكشك الماظ ولا لا. هو ده الكشك الاصلي. يا رب تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. هعمل جنبه بقى طاجن اللحمة اللي في الفرن. اللحمة بالبصل، اخدت برضو معلقة كبيرة كده من السمنة البلدي، وانا هعمل كيلو لحمة قدامه نص كيلو بصل، بكون مقطعاه مكعبات كده، وابتدي بقى اقلب فيه شوية بس ايه يدبل. انا مش عايزة احمره لان هو هيتحمر في الطاجن. انا هقلبه هنا كده شوية يدبل على نار عالية. مادام النار عالية ما تسيبيش الحاجة ابدا، لازم تفضلي تقلبي باستمرار. قلبت هنا البصل دبل معايا، اجيب بقى اللحمة بتاعتي انا مقطعاها مكعبات هنا، والنار برضو ما زالت عالية، ما وطيش النار علشان ارجع واقول اللحمة ما تنزلش ميتها. لازم الاول اقلب اللحمة كده مع البصل عشان لونها بس كده يتغير، اقفل المسامات بتاعتها على نار عالية برضو. شايفين اللحمة ما نزلتش اي سوائل، انا بقلب على نار عالية. اول ما احس ان اللحمة بتاعتي لونها اتغير وبدأ كده تاخد لون تحميرة بسيطة، اطفي النار. انا هنا بقلب برضو اللحمة بتاعتي على النار عالية، ما وطيتش النار ابدا. كده تلاحظوا ان مفيش اي سوائل نزلت من اللحمة. ابتدي بقى اتبل. حطيت هنا شوية 7 بهارات صغيرين، معلقة كده صغيرة، وهنا بطحن مستكة على اللحمة. المستكة بتدي طبعا اللحمة طعم جميل جدا جدا. ومش هحط ملح دلوقتي خالص، طبعا احنا عارفين ان الملح بيأخر من تسوية اللحمة. انا حطيت بس البهارات ديت، وانا حطيتها دلوقتي لانها فاتحة مش هتغمق لي اللحمة لما اسويها. اقلب كويس بقى. هو المفروض نحط فلفل اسود بس انا ما حطيتش فلفل عشان ابني مش بيحب الفلفل الاسود في الاكل. هجيب هنا الطاجن بتاعي بقى، احط فيه اللحمة. شايفين اللحمة تحسي ما نزلتش ولا نقطة سائل من سوائلها. هنا اللحمة والبصل بس و7 بهارات والمستكة. افضي كل اللي في الطاسة طبعا. هنا هجيب ربع كوباية مية بس، ربع كوباية مية مش اكتر. بس هغطيها بقى وادخلها الفرن. انا طبعا دخلتها الفرن مع حاجات تانية. هنا اخدت بقى تسويتها. هنا كنت بعد حوالي ساعة كده اختبرتها، لقيتها عايزة لها ربع كوباية مية كمان. حطيت لها ربع كوباية مية لان انا عايزة يبقى فيها صوص. البصل لما بيستوي بيتهري ويعمل صوص كده مع اللحمة جميل. هي اخدت هنا حوالي ساعة وربع في الفرن. شايفين مهرية خالص ازاي، وطعمها بقى مع الصوص بتاعها طعم خرافي. والله جربوها بالطريقة البسيطة دي، ما فيهاش توابل كتير. اللحمة بتحتاجش توابل كتير. طاجن في منتهى الجمال. ألف هنا وشفا.